لو معاك 2 مليون جنيه ففي سؤالين مهمين جدا. اول سؤال فيهم جبت ال 2 مليون جنيه منين؟ وتاني سؤال فيهم لو عايز تشتري عربيه في الفئه دي، في الفئه بتاعت 2 مليون جنيه دي، مين اهم العربيات اللي بتقارن ما بينهم؟ دول من رايي اهم 3 عربيات، وهم توسان وسبورتج وتيجوان. السؤال بقى انهي عربيه فيهم الافضل وانهي عربيه فيهم المناسبه ليك؟ ففي الفيديو ده هقول لك في اقل من 5 دقائق ايه العربيه اللي اختارها منهم وايه احسن حاجه في كل عربيه فيهم. يلا بينا نشوف المقارنه ما بينهم. اول حاجه هنتكلم عنها هي القوه والاداء. العربيتين التوسان والسبورتج الاثنين بيجوا نفس المواتير، مواتير 1600 تربو بتطلع قوه 180 حصان وعزم 250 نيوتن متر، والعربيتين فيهم برضه نفس الفتيس دي سي تي ديول كلاتش دراي من 7 سرعات. فالعربيتين ادائهم تقريبا متقارب جدا، والعربيتين ادائهم ممتاز جدا، مش هيبقى عندك مشكله خالص لو معاك عيله كبيره، لو محمل في العربيه مسافر بيها بتحب السرعات العاليه، كل الحاجات دي مش عندك فيها مشكله. ونفس الكلام برضه مع التجوان، على الرغم ان ارقامها اقل لان العربيه ادائها ممتاز جدا. العربيه بتيجي بموتور 1500 تربو 150 حصان و250 نيوتن متر عزم، بس الفتيس اللي فيها 7 سرعات صحيح زي الفتايس دي، ولكنه دي سي تي ويت. الفتيس اللي فيها في تبريد زيت مختلف عن الدراي الموجودين هنا. فال3 عربيات دول تقدر تقول ان هم متفوقين جدا في الاداء. فالحته بتاعت الاداء دي ال3 عربيات ممتازين جدا، و3 عربيات تقدر تقول متساويين في التقييم بتاعها. نروح بقى للنقطه اللي بعدها. الحاجه اللي بعد كده هي المساحات الداخليه ومساحه التخزين. يعني العربيات دي مناسبه للعيله الكبيره ولا لا؟ اكبر عربيه فيهم واوسع عربيه فيهم هي العربيه دي، بس مش عشان خاطر الوسع بتاع الصالون. الحقيقه ان ال3 عربيات دول نفس الحجم الخارجي ونفس قاعده العجلات بتاعت ال3 عربيات بالظبط، فتقريبا الصالونات بتاعتهم الفروق ما بينها متقاربه جدا. ولكن العربيه دي تتميز ان شنطتها اكبر شنطه فيهم. العربيه دي 650 لتر من مساحه التخزين، فهي تقريبا اكبر شنطه فيهم. واصغر شنطه فيهم هي العربيه التوسان 500 لتر بس او 503 لتر. في بعض المصادر بتقول انها اكبر من كده، ولكن الحقيقه ان ده اللي مكتوب في الكتالوج الرسمي المصري بتاعها، ان هي 503 لتر، فدي اصغر شنطه في ال3 عربيات. والشنطه المتوسطه هي شنطه العربيه دي 590 لتر، فتقدر تقول دي اللي في النص ما بينهم. فلو انت عايز اكبر شنطه فيهم واكبر مساحه تخزين فيهم، العربيه التجوان تكسب. ولو بتدور على الصالون، ال3 عربيات متساويين في موضوع الصالون، وبالاخر ال3 عربيات ياخدوا عيله كبيره كامله بشنطها بشكل مرتاح. ولكن خلي بالك ان اصغر شنطه فيهم زي ما قلت لك هي العربيه توسان. بالنسبه لمواصفات الامان، فال3 عربيات فيهم مواصفات الامان في اعلى فئه اللي انت مستنيها في اي عربيه طبيعي في السعر ده، اللي هي اي بي اس واي بي دي ونظام ثبات الكتروني وكل الحاجات دي. والعربيات برده كلها فيها تقريبا كامل عدد الاير باجز بتاعها، اللي هو اير باجز قدام واير باجز في الكرسي واير باجز في الجنب، ما عدا العربيه دي. العربيه دي فيها حاجه مختلفه شويه، فيها اير باجز في النص ما بين الكرسيين عشان الراكب والسواق ما يخبطوش في بعض لا قدر الله في حالات الحوادث. والعربيه دي كمان الوحيده فيهم تقريبا اللي مفيش فيها اي حاجه من تجهيزات الاكتف سيفتي، مفيش اي حاجه فيها من تجهيزات الامان النشط زي فرامل الطوارئ وزي مراقبه النقط العاميه والحاجات دي. فالعربيه التجوان للاسف هي اقل واحده فيهم شويه في تجهيزات الامان. بعد كده تيجي عندنا العربيه السبورتج. العربيه السبورتج فيها زياده عن التجوان موضوع البلايند سبوت، العربيه فيها مراقبه للنقط العمياء في المرايتين. واخيرا العربيه توسان هي الاعلى تجهيزا في مواصفات الامان فيهم. العربيه فيها بلايند سبوت اسيست، العربيه فيها فرونت كوليجن وورنينج، تحذير من التصادم الامامي. العربيه كمان فيها ايمرجنسي بريك، العربيه بتفرمل قبل ما تخبط حاجه قدامك. خلي بالك ان العربيه دي واحنا بنصور النهارده اعلن عن الفيس ليفت بتاعها، فالنسخه اللي انت هتلاقيها في السوق هي النسخه الشكل القديم ده وكمان نسخه الشكل الجديد، والاثنين بيجي فيهم تجهيزات الامان اللي انا بكلمك عنها دي. ففي تجهيزات الامان التوسان هي اللي تكسب. النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم عنها هي نقطه البرستيج وسعر اعاده البيع. طبعا اي حد بيشتري الفئه دي يهمه الحاجتين دول. اول حاجه فيهم لو بنتكلم على البرستيج، فالعربيه التوسان والعربيه السبورتج من اكثر العربيات مبيعا في السوق، فطبيعي انك هتلاقي ناس كتير راكباهم فما فيش عندهم البرستيج قوي، فده حته انك راكب عربيه مميزه. ده موجود في التجوان يمكن عربيه مش منتشره قوي زيهم، وكمان ده جيل جديد من العربيه، طبيعي ان الناس تحب شكله اكتر والناس تبص له اكتر. فلو انت بتدور على البرستيج دي اكتر عربيه فيهم في البرستيج. سعر اعاده البيع الحقيقه ان التوسان والسبورتج يكسبوا اكتر في الحته دي. العربيات دي بتمسك سعر اعاده البيع احسن بكتير من العربيه التجوان، ولان التجوان عربيه مش واقعه خالص، عربيه ماسكه سعر كويس في السوق ولكن لا تتفوق على التوسان والسبورتج. وده ياخدنا للخلاصه. طيب الخلاصه تشتري مين في ال3 عربيات دول؟ الحقيقه ان مفيش عربيه كسبانه 100% في المقارنه دي. ال3 عربيات بيقدموا حلول ممتازه للعائلات، ال3 عربيات فيهم مساحات تخزين كويسه، ال3 عربيات فيهم مستوى امان كويس، وال3 عربيات فيهم تجهيزات رفاهيه كويسه جدا. ولكن الموضوع يختلف انت ايه الاولويه بالنسبه لك. لو انت الاولويه بالنسبه لك هي سعر اعاده البيع وعايز العربيه تمسك منها فلوس لما تيجي تبيعها، فطبيعي ان توسان وسبورتج هم احسن اختيار في الحته دي. لكن لو انت بتدور على الراحه بتاعت عيلتك ومساحات التخزين الكبيره، فالتجوان تكسب جدا في الموضوع ده. ولو انت بتدور على الاداء، فال3 عربيات هيقدموا لك اداء ممتاز، ولو ان التجوان هتبقى امتع شويه في السواقه للناس اللي بتحب متعه السواقه. فلو انت عايز احدث عربيه فيهم واكتر عربيه فيهم شكلها ملفت للنظر واكتر عربيه فيهم برستيج وبتديك تميز، فالتجوان تكسب جدا في الحته دي. ولو انت عايز احسن عربيه فيهم في تجهيزات الامان والتجهيزات اللي موجوده جوه العربيه الحديثه المتطوره، فده موجود في التوسان. ولو انت عايز اكتر عربيه فيهم ماسكه العصايه من النص مدياك سعر اعاده البيع مع الشنطه الاكبر، فالسبورتج تكسب في الحته دي. المهم بقى لو عايز اي عربيه من ال3 عربيات دول،
كلهم وعربيات تانية كتير هتلاقيها موجوده عند محمد فهمي. محمد فهمي عندهم عروض كتير جدا وتسهيلات كتير جدا لو انت عايز تقسط عربيتك من عند اي حد او عايز تاخد احسن سعر في السوق. فضروري جدا انك تبص على اللينك اللي موجود تحت او عامل لهم تاج تحت الفيديو، تعرف ان عندهم اكتر العربيات اللي موجوده عندهم. ولو بتفكر في اي عربيه سواء في الفئه السعريه دي او فوقها او تحتها لازم تجيبها من عند محمد فهمي. فهسيب لكم اللينك تحت وقولوا لي كده عايزين في المقارنات الجايه ايه العربيات اللي نقارن ما بينهم في الثلاث عربيات دول. شكرا انتوا شفتوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا شير ولايك عشان الناس اللي بتحاول تقارن ما بين العربيات دي وعربيات تانية اكتر يعرفوا يستفيدوا منها. سلام.